السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شي كل عام وأنتم بألف خير، رمضان مبارك، بركة طاعتكم، إن شاء الله تكونوا بتم الصحة والعافية ويجعل لكم الفيديو الجديد اليوم. لكن إذا عم تشوفوا هذا الفيديو وأنتم صايمين نصيحة من اتركوا بعد الإفطار، لأنه الفيديو راح يخليك تفطر وتشوى المقاطع. لهيك خلينا نبلش الفيديو. صلى حبيب محمد بالتعليقات واشتركوا بالقناة. خلينا نبلش. شرب السجائر حرام لكنها لا تفطر. خلينا نشوف. طب مصر في كل شيء الدنيا، تحديدا عن مصر. شرب السجاير حرام كشرب السجاير، لكنها لا تفطر. لا تفطر في لا رمضان. تفطر. عارف زي ايه؟ انت بتعمل باربيكيو بتشوي حاجه والدخان دخل جسمك، هل انت فاطر؟ والله شيخي حكي اقنعني، بس هذاك تعب الشم ومات تعب تسعب. والله مثلا جبنا أرجيلة، شربت أرجيلة ما فوت لجوفك شيخي. ترى هذا فتاة كبيرة. في ناس تصدق كلامها كتير، دير بالك. لا مش فاطر. ليه؟ لان المفطرات الصيام من اكل او شرب عامدا. شرب السجاير يا الله شيخي، أنا يعني أمشي على نصيحتك، أمسك السيجار وأدخل وأروح بالشارع، ما في أي مشكلة يعني. أنا كفلتك راح أروحها، لازمك تعيد من أول وجديد. لكن ليش تكون تشوف الفيديو بعد الإفطار؟ يعني أنا أخذت مسؤوليتي. خلينا نشوف مقطع تاني. آخر نفس أرجيلي قبل الإمساك. أوه، والله هذا المقطع قريب جدا، غريب جدا جدا جدا. دقيقة بس، أكيد هذا فيلم مسرعينه مو ولا هذا اي أكيد هذا مو اي، لأنه بيع تصوير قديم ومنفبرك يعني. هذا كني أول مرة شفت الفيديو أنا بأندونيسيا. يا جماعة الخير، نحن بتركيا بنصلي بس مو كل هذا سرعة البرق. يا اتقوا الله يا زلمة. هسه تاني فيديو، هسه تاني مقطع بنشوفه. شو الناس اللي عم تصلي ورا ما عم بتلحق تمشي معاكم، ايش عم تسووا السباق يا زلمة؟ يا محمد لك وين الشهادة، وين التحية، وين؟ ما في شي عادي يعني. بتعرفوا يعني أول مرة بشوف هيك شيء، سبحان الله، الله يتقبل هالحالتين. الموت يفسد الصوم. الإنسان في نهار رمضان مات، كان صائما، وفي الظهيرة توفي. وارد؟ وارد. طيب هذا ما حكم صومه؟ الصوم يفسد طالما انه لم يصل الى المغرب. شلون يعني بدفن؟ والله بتعرف يا شيخي، والله أنا أول مرة بسمعك فتوى. إن شاء الله تكون هيك عن حسن ظنك وما يكون في مشاكل إن شاء الله يا شيخ عثمان الخميس. يعني اليوم أنا إذا عم بشوف هالفيديو والله أنا بدي أفهم. إذا واحد صايم مات وقت الظهيرة، تسحر الزلمة، صلى الصبح وراح على الشغل أو مكان ما أنجز عمل، أجا مات، شو بدي يصير هاد؟ راودونا بالتعليقات. وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لا 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 لا، بسم الله الرحمن الرحيم. سوا بلشنا. استغفر الله العظيم يا جماعة الخير، هاي نركب من غير المقطع هذا ما عجبني. آمين يا رب، آمين آمين من كل مقال آمين. ما شاء الله هون الأخ عامل الجو يعني أبو رمضان، يعني هون عامل الزينة وخيمة ما خيمة، الزلمة يعني محتشم. بارك الله فيك يا أخي. سوريا الأسد وسقط بشار الأسد على لا عيدوها. ما بخلص من جد بشار الأسد. سكرتير الإمام. أنتوا بخير أنتوا ولا صاير لكم شيء؟ شو هيك سكرتير الإمام؟ يعني هلا إمام بحط ميكروفون مثل هاد، بصلي وبيعمل بسوي كل شيء. السكرتير شو ما عنده لسان يحكي يعني؟ وهذاك مرشد صلوا هيك روحوا هيك تعوا هيك عن جد يعني. يعني يبكي يضحك ولا يبكي ولا يساوي شيء، والله ما عم بعرف. ليش هيك عم تسووا المسخرة على حالكم؟ تحولت الأمر إلى كابوس بسبب الغيرة. هات لنشوف وش الغيرة. ماشي. مظبوطة زي الفل. كانت واسعة صك عاملها بدبوس. لا طلع شوية كده. كمان كده ليه؟ هي حبيبتي طولي بالك. طب ما انا متنيله واقفه جنبك. والله البيبونه واسعة. هو في ايه يا نادر؟ طب ما انا موجوده جنبك. في ايه؟ يعني راح اسال بلدني يا سيد بابا. يا عدل يا عم. يعني المرة شغلتها يعني جت المرة ظبطت لك البابيون شو بسموه. يعني ايش الغيرة؟ بسم الله ونعم الوكيل. بدي بلشوا اسمه. هي بين ما بدك اياه، بدي اياك معلم. الله يعوضك بغيرة. يا الله انا ان شاء الله جوا اشوف هيك فيديوهات.
يا جماعة الخير وقت صلاة التراويح ليش بتتركوا أولادكم ورا؟ يعني امسكوه هلا بضربوا آخرة الزلمة يعني ما بعرف قد إيه يسوي الزلمة الله أعلم الله يعينك قد يصير فيك. أنا حذرتكم معنا الرسول إلى البلاغ المبين. خطأ شائع عند الإفطار احذر. خلينا نشوف بكر الزلمة ما شاء الله 1,500,000 لايك. ما شاء الله، ما هذا يؤذن المغرب؟ ما شاء الله، أريد أن أفطر، أنا جائع. بسم الله، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا كله خطأ، كله خطأ. يعني أنا الآن ب10 ثواني. يلا نحن الشيخي بدي أسألك يا شيخ عزيز، نحن وقت كنا عم بيحكي عن الإفطار لازم نمسك المي، بعرف نمسك المي عم نحكي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني لك صمت وبك آمنت عليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بعرف أن الدعاء المستقر هيك. إذا عندك سؤال تاني خلينا نسمع. ارتكبت أكثر من خطأين 3. أولا، اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فهذا حديث ضعيف لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت. طيب ماذا كان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن أقول لكم ما أوصيكم بمشاركة المقطع والمتابعة، فالدال على الخير كفاعله. بسم الله نبدأ. كان عليه الصلاة والسلام يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لا نبتدع من أنفسنا، نقول كما قال عليه الصلاة والسلام. فهمنا عليك يا أخي الكريم. يعني الله جنانا نقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يا جماعة الخير دعموا للزلمة ما شاء الله. بلد الحبيب سوريا تحياتي لك. يقرف عمرك يا بشار أبو رقبة. الله يعطيك يا بشار ما شرداتوني الله يلعن أبوك يا بشار. يعني استهزاء لوين هلا واحد إذا بدي بلش بالإفطار موضوع مثل نور يعني شو حسوا المشاهد فيه عقل يعني فيه عقل شو بكون. حسبي الله ونعم الوكيل. جماعة الخير أنا شو آخر مقطع ونخلص شو بقى. شيخ اليوم بالغلط وقعت تمي شاورما مع زيادة طحينية. نعم. وكمان قطعة تفاح وتقريبا 3 لتر مي. أي. فمش عارف هل أكمل صيامي ولا أطعمني الله وسقاني. لا أنا بقول لك من عندي أطعم الله وسقاني. إيش معلم السكينة إيش هو سبايدر مان عم بطير رامبو لك لا. وكمان شو المي هيك واقف على الهواء بقول واقع على صلم مع قصة شربك إياه. لا إله إلا الله شو المقاطع. يعني ما تكون أنتوا رح تشوفوا شو بعد الإفطار. مش عارف تصوم شهر رمضان؟ إيه وين معنا؟ مخليك تموت من الجوع، عطشان وجسمك مش متحمل. مفاجأة، عندنا الحل. احنا حنصوم مكانك ونصلي كمان، وانت خليك مستريح. كل ده بس ب 899 جنيه. ممكن رقم التليفون مشان اتصل عليكم مشان ما اخليكم فيكم كلمه. ايش شو نصوم مكانك؟ ليش ايش انتو شركه الملائكه يعني جاع عم تكتب حسنات بالمصاري ولا 899 جنيه عم بغروك يعني انه مشان جنيه ياخذوا هيك كرامي لهم بسبب رمضان. لا اله الا الله. يا جماعه الخير كنا وصلنا لاخر فيديو. ان شاء الله بدكم فطرتوا مرة يعني انا ماني على ان شاء الله بدكم فطرتوا. ان شاء الله كنا لعجبكم. حطونا اشتركوا بالقناة وإن شاء الله يوم ننزل فيديو. دعمونا باللايكات. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. ديروا بالكم